الكنافة دي لازم تجربيها وبسرعة احفظي الفيديو علشان أول يوم رمضان تعمليها. خلاص رمضان على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايبالكم صينية كنافة، إنما ايه، معتبرة مقرمشة كده وجميلة، ومن جوه جوسي كده وطرية، وطعمها في منتهى الجمال. بجد هيفوتك كتير لو ما جربتيهاش بالطريقة دي. طبعا الكنافة من الحاجات الحلوة بتاعة رمضان، وهنعملها في اول يوم رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا وبلغكم رمضان على خير. ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، لو اول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انزله. وتعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة كده هعمل السيرب او الشربات بتاع الكنافة. معايا كده اناء بيتحط على النار، كسرولة او حلة، هضيف فيها كوبايتين من السكر وكوباية من المية. كوبايتين سكر وكوباية من المية، هحطهم بقى كده في الكسرولة، مش هقلبهم ولا اي حاجة، وهرفعهم على النار وهسيبهم لحد ما يغلوا. وبعد ما يغلوا هضيف ليهم عصرة ليمونة ورشة فانيليا ياخدوا غلوة واحدة، وهروح طافية عليهم. هسيبهم يغلوا قد ايه، هتغلي لمدة 7 دقايق، وبعد كده هطفي عليها. بعد كده الكنافة معايا نص كيلو من الكنافة، كنت محتفظة بيه في الفريزر، ودي خطوة مهمة جدا عشان نعرف نكسرها كويس قوي. طبعا هنا عندك اختيارين، يا اما تكسريها بايدك زي ما انا ما عملت، يا اما تضربيها في الكبة. اهم حاجة ان احنا نوصل للقوام ان هي تبقى ناعمة قوي بالشكل ده. بعد كده هضيف عليها نص كوباية من السكر البودر، وهقلبها كده كويس مع بعضها لحد ما كلها تشرب من السكر. وبعد كده معايا كوباية سمنة بلدي سايحة، ولو مش متوفر عندك سمنة بلدي تعمليها بسمنة عادية خالص، او زبدة، اي نوع سمنة عندك. تمام، انا هنا استخدمت كوباية من السمنة البلدي وحطيتها كده على الكنافة، وهبتدي ان انا يعني افرك الكنافه كويس قوي كده مع السمنه لحد ما كل الكنافه تتشرب معايا السمنه، وتبقى عامله كده زي الرمله المبلوله. يعني الكنافة كلها كده تشرب من السمنة. والسكر هنا حطيناه علشان بيدي لون حلو للكنافة لما ندخلها الفرن. هركنها بقى كده على جنب. وبعد كده معايا برضو حلة هضيف فيها 3 كوبايات من الحليب او من اللبن، وهضيف لكل كوباية لبن معلقة نشا، وهدوبهم بقى كده كويس مع بعض. يبقى حطينا هنا في البولة دي او في الحلة دي او في كسرولة، هتحطي 3 كوبايات من الحليب على كل كوباية معلقة نشا، يعني 3 كوبايات من الحليب عليهم 3 كوبايات من النشا، نشا الذرة. بعد كده هرفعهم على النار، مقلبهم كده على البارد كويس او مع بعض. هرفعهم على النار وايدي فيها افضل اقلب فيها على نار وسط علشان ما تتلسعش مني، تبقى النار وسط لحد ما يبتدي يتكتك معايا كده، ويبقى خلاص كده جاهز معايا. دي بقى القشطه الكدابه بتاعتنا او المهلبيه، وحلوه جدا، مش هنحط لها سكر ولا اي حاجه. بعد ما هطفي عليها تتكتك معايا كده وتتقل، هطفي عليها واضيف لها معلقه من السمنه البلدي، معلقه صغيره من السمنه البلدي، بتطعمها وبتديها طعم حلو قوي. قوامها اهو كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هغطيها علشان يعني تغطيها بالغطا، او لو عندك كسرولة تغطيها بكيس علشان ما تعملش وش. بعد كده هجيب الصينية اللي انا هدخل فيها الكنافة الفرن، وهدهنها بالسمنة كده. وبعد كده هحط نص الكنافة اللي معايا، وهبتدي ان انا افردها كده في الصينية وبططها، واعمل احرف كده في حواف الصينية علشان لما اضيف القشطة بتاعتي ما تخرجش على الحرف وتلامس الصينية وتتحرق معايا. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. هاخد نص الكنافة بس، وهبتدي ان انا ابططها كده، وتضغطي ضغطة جامدة، يعني تضغطي كده بايدك جامد قوي وانتي بتبططيها، وتغلفي كده الصينية كلها من جوه بالكنافة زي ما انتم شايفين. وهنا طبعا بتساعد ان هي بتتماسك مع بعضها وتتبطط كويس، لان طبعا هي شاربة سمنة، فالموضوع بيبقى سهل. تمام، بعد ما حطيت نص الكنافة كده زي ما انتم شايفين، هجيب بقى المهلبية او القشطة بتاعتي كده، وهبتدي افضيها في نص الصينية زي ما انتم شايفين. وبعد كده هفردها كده على خفيف بالمعلقة بس. ما تحاوليش ان انت تجيبيها على حرف الصينية، يعني القشطة ما تلمس الصينية علشان ما تتحرقش وهي في الفرن. زي ما انتم شايفين القشطة قوامها كريمي وجميلة جدا وناعمة زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ان انا احط نص الكنافة التاني،
وهسويه كده بالراحة مع ضغطة بسيطة قوي. وهنا برضو بحط الكنافة في الحرف علشان وانا بضغط كده على خفيف القشطة بتاعتي ما تجيش على حرف الصينية وتتحرق معايا. هحط باقي كمية الكنافة اللي عندي كلها، وهبتدي ان انا اساوي الوش كده مع ضغطة بسيطة برضو، ولكن ما ادوس قوي علشان القشطة ما توصلش لحواف الصينية. هسويها بقى بالشكل ده، وهساوي الصينية كده كلها من فوق عشان تبقى كده يعني شكلها مرتب. بعد كده هضيف عليها على الوش معلقة كده من السمنة. طبعا برضو المفروض ان هي تبقى يعني سايحة شوية، بس انا ما سيحتهاش، وزعتها كده على وش الصينية. بتديها برضو لون حلو قوي من فوق. وطبعا احنا ممكن نقلبها، لكن انا عندي الفرن بيشتغل تحت وشوايه. تمام، هدخلها بقى الفرن، ولما الاحرف بتاعتها كده تاخد اللون الذهبي الحلو هشغل عليها الشوايه. وطبعا لو انت ما عندكش الشوايه هتطلعيها تقلبيها وترجعيها الصينيه وتدخليها الفرن تاني. الفرن بتاعك هيبقى سخن، يعني يكوني مشغلاه ويكون حامي. ولما تيجي تدخلي الصينيه تخليها درجه حراره 180 درجه. طبعا هتحطيها على الشبكه في وسط الفرن. هتاخد حوالي يعني ربع ساعة كده، وهتبتدي تلاقي الأحرف بتاعتها ابتدت تحمر. هتقلبيها في صينية زي ما أنا هعمل كده، وتقلبيها على الصينية تاني، وتبتدي ترجعيها الفرن علشان الوش التاني يحمر. لكن الفرن عندي شغال فوق وتحت، فطالعة ما شاء الله واخدة اللون من فوق وتحت. عايزة أقول لكم إن لونها تحفة، لونها ذهبي جميل جدا، ولكن الكاميرا ظلمها لانها هي بجد واخده لون جميل جدا. بعد كده جبت السيرب بقى وابتديت ان انا اسقيها. والسيرب زي ما قلنا كوبايتين من السكر، كوبايه من الميه، واول ما ياخد غلوه كده ويغلي هنروح ضايفين عليه نص عصرة ليمونة. ولما نيجي نطفي عليها ياخد بالظبط على النار 7 دقايق. واول ما نطفي عليها هنضيف له الفانيليا ونسيبه كده على جنب لحد ما يبرد. تمام، واول ما تخرج من الفرن هنسقيها على طول بالسيرب، يبقى كنافة سخنة وسيرب بارد. تمام كده. بعد كده ابتديت بقى ان انا اقطعها. عايزه اقول لكم ان هي مخرفشه ومقرمشه، وبجد في منتهى الجمال. كان نفسي تبقوا سامعين الصوت وسامعين قرمشتها، حاجة كده في منتهى الجمال. وكمان حاجة كده تشرفك في العزومات، جميلة جدا. كمان ممكن تعمليها وجنبها كده كوباية لبن أو بلح باللبن، هتبقى طعمها حلو جدا جدا. جربوها وقولي رأيكم في التعليقات، هستنى رأيكم. بجد جميلة ورهيبة، وزي ما معوداكم ان انا بجيب لكم كل حاجة بسيطة، وبحاول ابسط لكم الوصفات على قد ما اقدر ان هي تكون سهلة وتقدروا ان انتم تعملوها. وهتجربوها بطريقتي وبتكاتي وبنفس ما عملناها كده في الفيديو، هتطلع معاكم في منتهى الجمال ومش هتبطلوا تعملوها. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، واستنوا مني وصفات تانية كتيرة لوصفات رمضان ان شاء الله. كل وصفاتنا هتكون سهلة وبسيطة وفي منتهى الجمال، وكمان على قد الايد. زي ما انتم شايفين عملنا الكنافة بالقشطة، مش مكلفة خالص، وطبعا ارخص من بره بكتير جدا جدا. طبعا علشان نوفر لازم نعمل كل حاجة في البيت. متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، وتشيروا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم واخواتكم عشان الكل يستفاد. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد على خير. ما تنسونيش من صالح دعائكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.